السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو أول مرة تشوفوني أنا مطبخ خانة حازم، يا ريت ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. أحلى مخلل الخيار مقرمش لحد أول واحدة لآخر واحدة، هيفضل مقرمش، طعمه حلو قوي، مش هتحسوا بدبلان فيه خالص، تحفة قوي. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. نقعت الخيار بتاعي، غسلته غسلة نظيفة ونقعته لمدة ساعة في قلب مية كده بدون أغلي مية ولا أي حاجة. نقعته بس كده ينزل كل الرواسب اللي فيه، وكمان آه لو في اي طين ولا حاجه تنزل. جبت بقى الحله ديت ميه مغليه وسبتها تبرد تماما علشان اتلاشى موضوع الريم الابيض اللي بيبقى موجود على الوش. غليت حوالي لترين من الميه وسبتهم يبردوا تماما، ورحت حاطه عليهم معلقه كبيره من الملح، عليهم معلقه كبيره من السكر، والملح هيرجع ليه انت بتحبي الحاجه حدقها قد ايه. فانا حطيت معلقه ونص من الملح، دي كانت بنت اختي واقفه فرحانه بقى ان انا بصور وهي واقفه جنبي. حطيت معلقه ونص من الملح، عليهم معلقه من السكر، والسكر ده بيدي طعم تحفه قوي للمخلل، وكمان بيعادل حموضه الخل والملح الموجودين في قلب الخيار. حطيت كمان معلقه شطه مفرومه او معلقه شطه ناعمه، ودي اختياري، حابه تحطيها حابه مش حابه خلاص، بس هي بتدي لون وطعم حلو قوي للمخلل. حطيت كده معلقه من الشطه المفرومه، فلفل احمر حراق يعني مفروم سبايسي، لو مش حباه ممكن تحطي بودر عادي. حطيت كمان معلقه مليانه من الخل، وما تخافش من الخل في في اي نوع من المخلل، لان الخل دوت اللي بمادة الحافظة اللي بتحافظ لي على المخلل، وكمان بتخليه مستوي حلو قوي مش بينهرى، هي معلقة واحدة بتديله طعم حلو قوي. عملت عصير 2 من الليمون، وهعين القشر بتاعهم في جنب عشان هحتاجهم ان احط على وش المخلل. فكده حاجتين مش هيخلولك في ريم خالص على وش المخلل، هو الليمون، قشر الليمون، وكمان قشر الليمون مش هيخليه لك كريم على وش المخلل. قشر الليمون ده بحطه على الوش كده، وكمان الميه المغليه وبردت، هي دي بتقتل كل البكتيريا اللي ممكن تتكون فوق المخلل من فوق. هقلب كل ده مع بعضه. يلا بينا بقى، وهنحط كمان معلقه صغيره من الثوم. نقول تاني مكونات الميه بتاعتي بتاعت المخلل: غليت لترين من الميه على حسب كميه المخلل اللي انت هتعمليها. كيلو الخيار بياخد لتر من الميه، فحطيت 2 لتر من الميه، غليتهم على النار وسبتهم يبردوا تماما. حطيت عليهم معلقه ونص من الملح، لكل كيلو خيار عليه معلقه كبيره من الملح. فالملح برضو عايزه تحدقي، عايزه تخليه عادب زي ما انت عايزه، فعادب هتقدري ان انت تاني يوم تدوقي الميه بتاعته، لو عادب هتقدري ان انت تزوديه ملح. آه حطيت معلقة ونص من الملح، معلقة من السكر، معلقة من الخل، معلقة من الشطة المفرومة أو الشطة البودر. كمان هتحطي معلقة صغيرة من الثوم، وكمان هتحط عصير 2 من الليمونة. هجيب البرطمان بتاعي واكون غسلاه ومعقماه كويس جدا بمية دافية كده، وكافياه على وشه، قلباه كده علشان ينزل اي مية فيه، ويكون ناشف تماما. هحط فيه الخيار، هقلب بس تقليبه كويسه كده عشان الملح يدوب والسكر يدوب، ويبقى طعمه كده تحفه. وعلى طول هقوم جايبه البرطمان موقفه فيه الخيار بالطول. فكره ان الخيار يقف بالطول بيدي مساحه تكون كلها مع بعضها كده، الخيار واقف جنب بعضه فبيستوي بسرعة، وكمان بيبقى وهو واقف جنب بعضه كده، وكمية البرطمان كلها كمية البرطمان كلها كده محشية من الخيار، بتدي طعم حلو قوي لما بيستوي بعد كده. فالخيار وهو واقف جنب بعضه بيستوي بسرعة، كمان كله بياخد لون واحد. عما تحطي كده نايم ويبقى اللي فوق مش واخد لون واللي تحت واخد لون، فهو واقف المية كلها او المحلول كله بيكون واصل له. معلقه النعناع دي بتدي تيست عالي قوي قوي قوي، بجد جربوا الحاجات دي بتبقى تحفه قوي. لو اول مره تجربوا ان المخلل الخيار يكون عليه نعناع، هو بصراحه بيكون تحفه قوي. هوقف الخيار كده في قلب البرطمان بالطول جنب بعضه لحد ما اعمل الكميه كلها. بوريهولكوا، هو انا بوقفه جنب بعضه في البرطمان. البرطمان بتاعي كان وسط يعني، حوالي واخد يعني 2 كيلو من الخيار. حابه تحطي فلفل، حابه تحطي شطه خضره تخلليها، ممكن تحطيها في الخطوه دي برضو مع الخيار، مفيش مشكله.
على فكره الخيار ده بعد 3 ايام احنا اكلنا منه. يعني انا عاملاه مثلا من 3 ايام، النهارده كنت فاتحه عليه الصبح ساعه الفطار وكان طعمه خطير. بصراحه ما بياخدش وقت 3 ايام وبتكوني واكله منه. لو فتحتي عشان تعرفي الحوض انت عايزاه قد ايه، افتحي عليه تاني يوم لقيتيه طعمه عادب، حطي ملح ورجي كده البرطمان. طب لقيتيه حادق، نقصي شويه من الميه واغلي شويه ميه برديهم، او حطي ميه من الحنفيه مفيش مشكله. حطي ميه عادي، انت كده كده نص الكميه هتكون مغليه يعني. فلو طلع حادق معاكي فضي نص البرطمان وكمليه ميه. فالمعدل الملح هيتعدل قوي لما ازود ميه عاديه عادبه بدون اضافه اي شيء عليها. ده لو طلع معاكي حادق جامد. طلع معاكي عادب هتحطي معلقه او نص معلقه من الملح حسب احتياجك، وتقومي رجه البرطمان وقافلاه. بعد ده الموضوع بعديه بيوم. يعني انا عملته النهارده، هفتح عليه بكره ادوق الميه بتاعته هتبقى طعمها ايه. حادقه هتعمله كده، عادبه برضه هتعمله كده. لكن بعد 3 ايام انا هبدا اكل منه. بعد 3 ايام انت مش هتعرفي تتصرفي فيه لانه خلاص هيبدا دخل في التخليل التام. معلقه الخل دي بتدي طعم رائع قوي بصراحه. هجيب بقى المحلول بتاعي اللي انا عملته وهحطه على الخيار بتاعي. احلى واسرع واجمل مخلل خيار بيفضل مقرمش من اول واحده لاخر واحده، مش دبلان خالص وطعمه خطير. مش هتلاقي ريم على الوش بسبب الميه المغليه اللي احنا غليناها وسبناها تبرد تماما، وبسبب قشر الليمون اللي احنا هنحطه على الوش. وكان بقى الفلفل الاحمر المفروم كان باقي كده في ارضيه الحله، صفيته وخدته عشان برضو اخد كل الاطعم الموجوده دي في قلب الخيار. النعناع بيدي تيست عالي قوي، جربوه بالنعناع حلو قوي. انا ما بستغناش عن النعناع الناشف ده في البيت، وبتغله في وصفات كتير، حتى بحطه ساعات في خلطه المحشي بيدي طعم حلو قوي. يا رب الفيديو اللي عجبكم ما تنسونيش في اللايك والشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل زر الجرس وتعليقاتكم الحلوه اللي دايما مشجعاني، وادعوا لي ارجع تاني انزل فيديوهات احلى واحلى واقوى من الاول. اهم حاجه في الخيار او في اي مخلل، اضمني انك قافله البرطمان حلو قوي عشان اي بكتيريا او اي حاجه ما تخشش للبرطمان. وده شكله في النهايه. وبعد 3 ايام هتاكلي منه وادعوا لي بقى لانه بجد طعمه خطير قوي. دمتم بالف خير ومع السلامه.